قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع عربية واللي كانت بتنقل مواد كيميائية خاصة بالأبحاث، ولكن السواق بيكون مش مركز في الطريق وبيتكلم مع زميله وبيطلع التليفون كمان وبيبعت رسالة، وزميله بيحاول يحذره من غزالة واقفة على الطريق، لكن السواق بيكون مركز في التليفون ومش سامع صاحبه وبيدخل في الغزالة وبيخلص عليها. ونتيجة للاصطدام واحد من براميل المواد الكيميائية اللي على العربية بيقع في النهر اللي جنبهم على الطريق، ولما بينزل زميل السواق عشان يتأكد لو العربية سليمة مش بياخد باله ان واحد من البراميل وقع في المية، والمية بتفضل تحرك في البرميل من مكان لمكان لحد ما بيوصل لبحيرة في الغابة، وبيدخل في الأشجار المدببة اللي في المية، وبيكون في سناجب كتير في المكان، ولما بتخرج المادة بتيجي عليهم. وبعد كذا يوم بنشوف واحدة اسمها جين واللي بتكون بتبكي لأن صديقها سام خانها وانفصلت عنه، ولما بيحاول سام يعتذر لها عن اللي عمله بترفض تتكلم معاه وبتقول له إن هو كذاب، وبتقرر تطلع مع صديقتها ماري وزوي في رحلة عشان تحاول تنسى اللي حصل من صديقها سام، وبيقرروا يقضوا أجازة الصيف مع بعض. وبعدها بيوصلوا لبيت ماري اللي هيقضوا فيه الأجازة واللي بيكون قريب من بحيرة والمنظر جميل جدا، وبيروحوا عشان يرتاحوا شوية قبل ما ينزلوا المية. وهناك بيقابلوا جارة ماري اللي اسمها جريك واللي بتكون فرحانة لأنها ما شافتش ماري من زمان، وبتقول لهم لو احتاجوا أي حاجة يطلبوها منها على طول. وبعد ما بيدخلوا البيت بيعرفوا إن شبكة التليفون سيئة جدا وبيبقوا مش قادرين يستخدموا النت، وزوي بتكون متضايقة جدا من كده، فبتقول لها ماري إن الرحلة هتكون أحلى من غير نت أو تليفونات. وبعدها كلهم بيغيروا هدومهم عشان ينزلوا البحيرة، وبيبقوا واخدين راحتهم جدا لأنهم عارفين إن هم معزولين عن الناس ومحدش هيقدر يشوفهم في المكان غير جارتهم جريك وجوزها. وبينزلوا كلهم المية وبيقعدوا على الطوافة اللي في وسط المية عشان يستريحوا عليها، وهناك بيشوفوا مكان كله جذوع شجر، وده بيبقى المكان اللي السناجب عايشين فيه. وماري بتبقى عايزة تروح عند بيت السناجب عشان تشوفهم من قريب، وبيقرروا هما التلاتة يروحوا عند بيت السناجب، لكنهم بيلاقوا هناك مادة غريبة لونها أخضر، ودي بتكون المادة الكيميائية اللي خرجت من البرميل، لكن البنات بيكونوا مش شايفين البرميل لأنه بيبقى في المية من الجنب التاني، وبيبقوا مش فاهمين المادة دي بتاعت ايه. لكن فجأة وهم عند بيت السناجب بيلاقوا دب واقف في الجنب التاني وبيبص عليهم، فبيخافوا هما التلاتة جدا وبيتجمدوا في مكانهم وبيبقوا عايزين يهربوا من المكان فورا. لكن فجأة بيظهر واحد ببندقية وبيضرب في الهواء عشان الدب يخاف ويمشي، وبيقول للبنات ان هو اسمه سميث، وبيعرف البنات ان الدب مش بيهجم على حد لما بيكون في مجموعة، وبينصحهم يخلوا بالهم من نفسهم ومحدش منهم يفضل في البحيرة لوحده. وبيعرف مكان البيت اللي هم عايشين فيه، وبيقولوا له ان هم كانوا بيحاولوا بس يدوروا على السناجب، فبيقول لهم ان سناجب الغابة حجمها كبير جدا عن السناجب العادية وبتبقى شرسة جدا، وبينصحهم ما يحاولوش يقربوا منهم، وبيقول لهم ما يعتقدوش ان هم لوحدهم في المكان ويلبسوا لبس محتشم عن كده. وبعدها بيروحوا سوا للبيت عشان يكملوا السهر هناك، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض ويشربوا سوا لحد ما بيسمعوا صوت حد بيخبط على الباب، لكن لما بيروحوا عشان يشوفوا مين اللي بيخبط مش بيلاقوا حد قدام الباب، لكن صوت الخبط بيكون لسه شغال. وفجأة بيلاقوا قدامهم تومي حبيب ماري ومعاه بوب حبيب زوي، وهم اللي كانوا بيحاولوا يعملوا فيهم مقلب. وبيجي معاهم كمان سام حبيب جين اللي انفصلت عنه وجاي عشان يعتذر لها. وجين والبنات بيكونوا متضايقين جدا لانهم كانوا عايزين يقضوا الاجازه لوحدهم من غير شباب معاهم، وبيطلبوا منهم يرجعوا ويسيبوهم لوحدهم، لكن الشباب بيقولوا لهم ان هم مش هيقدروا يسافروا المسافه دي كلها بالليل، فبتوافق جين ان هي تسيبهم وبتسمح لهم ماري ان هم يدخلوا معاهم البيت. وبيقعد كل واحد مع صديقته، وجين وسام بيكونوا قاعدين سوا ومحدش فيهم بيتكلم، وبيحاول سام يعتذر لها، لكن جين بتطلع موبايلها وبتوري له صوره ليه مع واحده غيرها، لكن وشها مش بيكون باين، وبيقول لها سام ان هو كان سهران ومش في وعيه، ولما بيحاول يقرب منها بتضربه على وشه وبتسيبه وتمشي. وبعدها بتدخل الحمام عشان تاخد دش، لكن فجأة بتسمع صوت جاي من البانيو وبتعتقد ان هو مقلب من سام، لكن اول ما تشيل الستاره بتلاقي سنجاب ضخم ومتوحش، فبتخاف جدا وبتجري وبتقفل باب الحمام عليه وبتجري على سام، وكل اللي في البيت بيروحوا عشان يعرفوا اللي بيحصل. فبتقول لهم ان هي لقت سنجاب ضخم في البانيو وكان هيهجم عليها، لكنها هربت منه بسرعه وقفلت عليه الباب. وكلهم بيروحوا الحمام، وسام بيكون ماسك عصايه بيسبول عشان يضرب بها السنجاب، واول ما يفتحوا باب الحمام وبيدوروا عليه بيطلع فجأة السنجاب من ورا الحوض وبيهجم على بوب، لكن تومي بينزل عليه ضرب بالعصايه لحد ما بيخلص عليه، وبعدها بيحطوه في كيس عشان يرموه بره البيت. وبيفضلوا يفكروا
بيفكروا ان هم لازما يسيبوا المكان فورا ويروحوا لبيوتهم، لكن الدنيا بتكون ليل والسفر هيكون صعب عليهم في الوقت ده، وبيبقوا مش عايزين الرحله بتاعتهم تبوظ، وبيقرروا ان هم يفضلوا ويكملوا الرحله، وكل واحد فيهم يدخل ينام ويخلي باله من نفسه. وبالليل بنلاحظ ان الكيس اللي فيه السنجاب اللي قتلوه بيتحرك، وتاني يوم واول ما يصحوا كلهم بيلاقوا الكيس مفتوح والسنجاب اختفى، وبيعتقدوا ان اكيد حيوان من الغابه هو اللي اخد السنجاب عشان ياكله، وبيبقوا مش مهتمين بالموضوع، وبيقرروا يروحوا كلهم عشان ينزلوا البحيره ما عدا جين واللي بيكون لسه خايفه من السناجب. وفعلا كلهم بينزلوا البحيره وهي بتفضل قاعده على الشط، لكن بعد مده كلهم بيحاولوا يقنعوها تنزل معاهم، وفعلا بتوافق. واول ما تلمس الميه بتكون خايفه جدا وبتحس ان في حاجه لمساها، وبتقول لهم يطلعوا فورا من الميه، لكن كلهم مش بيصدقوها. وفجاه بوب حاجه بتسحبه لتحت الميه وبيبدا يصرخ، وبعدها بيطلع من الميه ورجليه مقطوعه، وكلهم بيحاولوا يعوموا وبيروحوا ناحيه الطوافه، لكن السناجب كلها بتنزل في الميه وبتحوطهم من كل مكان، وبيحاولوا كمان يهجموا عليهم من تحت الطوافه، وفعلا بيكسروا الخشب، وبتبقى الطوافه مش هتستحمل كتير ولازم يلاقوا حل. وساعتها جين بتكون جريت على البيت عشان تتصل بالنجده، لكنها بتلاقي سلوك التليفون مقطوعه، وفجاه بيظهر سنجاب من وراها وبيهجم عليها، وكان عايز يخلص عليها، وفعلا بيجرحها في رجليها، لكن جين بتقدر تمسك سكينه وبتضربه في دماغه وبتثبته في الترابيزه. وزمايلها بيكونوا لسه على الطوافة والسناجب محوطاهم في المية، وبيحاولوا كمان يهجموا عليهم من تحت الطوافة. وسام بيقرر يرمي الكلب اللي معاهم في المية عشان السناجب تجري وراه ويسيبوهم، وفعلا الخطة بتنجح وبينزلوا في المية وبيجروا بسرعة ناحية البيت. ولما بيدخلوا البيت بيلاقوا السنجاب اللي كان بيهجم على جين واللي قدرت تضربه لكنه بيبقى لسه عايش، وبيبقوا مش مصدقين ازاي بيتحرك لسه. وبتقول لهم جين ان اكيد السنجاب ده يبقى زومبي، وكلهم بيكونوا مستغربين جدا. وزوي بتكون زعلانة جدا بسبب ان سام رمى الكلب بتاعها والسناجب اكلته، ولما بتحاول تضربه بتدافع عنه ماري، وبتقول لها ان هو عمل كده عشان يحميهم من السناجب، لكن زوي بتقول لها ان هي لازما طبعا تدافع عن سام، وبنفهم ان في حاجة ما بين سام وماري. وساعتها زوي بتعترف لجين وبتقول لها ان البنت اللي كانت متصورة مع سام في الحفلة تبقى هي ماري، لكن جين بتكون مش مهتمة لا بسام ولا بماري، وعايزة بس تطلع عايشة من اللي هم فيه. وبوب حالته بتكون سيئة جدا بسبب رجليه اللي اتقطعت، وبيكون محتاج يروح للمستشفى ضروري. وبيقرر تومي وزوي ان هم ياخدوه معاهم بالعربية للمستشفى، وبيتحركوا فعلا بالعربية بتاعت ماري، لكن هم طالعين على الطريق بيلاقوا شجرة واقعة في نص الطريق وسداه، وبيبقوا مش عارفين يكملوا الطريق. ولما بينزل تومي عشان يشيل الشجرة بيلاقي عربية مركونة على الطريق وفيها أسلحة كتير، وزوي بتكون لسه في العربية مع بوب وهو بيبص على العربية، لكن فجأة بتسمع زوي صوته وهو بيصرخ، وبنعرف ان السناجب هجمت عليه وخلصت عليه. ولما بتنزل زوي عشان تلحقه وتدافع عنه فجأة بيظهر سميث واللي بيكون صاحب العربية وبيضرب النار على السناجب وبينقذ زوي، وكلهم بيركبوا عربية سميث عشان يرجعوا للبيت تاني. وسام بيكون لسه في البيت وبيحاول يقفل كل الابواب والشبابيك عشان السناجب ما تقدرش تدخل لهم، لكن رغم كده السناجب بتهجم عليهم من الشبابيك وبتكسر الخشب. ولما بيوصل سميث بالعربية بتاعته بيحاولوا يدخلوا البيت، لكنهم بيبقوا مش عارفين بسبب الخشب اللي قافل الابواب، وبيقرروا ان هم يهربوا على بيت جارتهم جريك، لكنهم بيلاقوا اصحاب البيت هم كمان ميتين من السناجب. وزوي بتحاول تلاقي اي طريقة عشان يلحقوا بوب واللي كان بينزف جدا ولازم يروح للمستشفى ضروري والا هيموت، لكن سميث بيقول لها ان هم مستحيل يخرجوا من البيت بالليل ولازم يستنوا للصبح عشان يقدروا يتحركوا. وماري وجين بيكونوا مع سام لوحدهم في البيت وبيفكروا في حل عشان يقدروا يهربوا من المكان. ولما بتطلع ماري عشان تنام شويه بتطلع وراها جين واللي كان السنجاب جرحها في رجليها، وفجاه جين بتتحول لزومبي هي كمان بسبب الاصابه وبتبقى شكل السناجب وبتهجم على ماري عشان تخلص عليها، لكن فجاه سام بيضربها على دماغها وبتفقد الوعي، وبعدها بيخرجوا من الاوضه وبيقفلوا عليها. وسميث بيكون في البيت التاني وبيحاول يوقف النزيف اللي في رجل بوب، ومش بيلاقي حل تاني غير انه يكوي الجرح عشان يوقف النزيف، لكن ساعتها بيلاقوا صوت جاي من بره البيت وكانوا لسه بيبصوا من الشباك بيلاقوا بوب جاي من وراهم بعد ما تحول لزومبي هو كمان، وبيهجم على سميث وبيخلص عليه. ولما بتحاول زوي تهرب من البيت بتلاقي سنجاب قدام الباب، فبترجع وبتجري تاني وبتطلع الدور العلوي وبتستخبى في الأوضة اللي جريك ميتة فيها. وفجأة بتطلع لها جريك واللي كانت اتحولت هي كمان لزومبي وبتهجم على زوي، وبيكون مفيش قدامها حل تاني غير ان هي تنط من الشباك بتاع الأوضة، وفعلا بتنط وبتقع على الأرض. وسام وماري بيكونوا لسه في البيت وبيحاولوا يستخبوا من السناجب، لكن فجأة بيلاقوهم طالعين من أرضية البيت فبيجروا بسرعة عشان يستخبوا في الحمام. وهناك بيدور سام في جسمه عشان يتأكد ان هو مش مجروح من السناجب، لكن
لكن فجأة بيلاقوا جين طالعة من الأرضية وبتخلص على سام قدام ماري، ولما بتحاول ماري تهرب من البيت بتلاقيه والع بسبب واحد من السناجب واللي أكل سلك الكهرباء وعمل ماس كهربائي وولع في البيت، وماري بتكون محاصرة من السناجب والنار اللي حواليها، وبتفضل تصرخ لحد ما بتلاقي فجأة عربية سميث دخلت في البيت، وزوي هي اللي بتكون راكبة العربية وبتقدر تنقذ ماري في آخر لحظة، وبتعرف إن كل أصحابهم اتحولوا لزومبي هم كمان، ولما بيحاولوا يهربوا بيلاقوا سميث واقف قدامهم على الطريق بعد ما تحول لزومبي وبيضرب عليهم بالبندقية، فبتدخل ماري بالعربية في شجرة، وبعدها بتيجي جريك وجوزها هم كمان عشان يهجموا عليهم، فبتحاول تشغل العربية تاني لحد ما بتنجح فعلا عشان تهرب بسرعة، لكن فجأة بيلاقوا جين نازلة على العربية وبتحاول تهجم عليهم، وساعتها ماري بتستخدم الفرامل وبترمي جين على الطريق وبتدوس عليها، ولما بيوصلوا للشجرة اللي كانت قطع الطريق بينزلوا عشان يكملوا الطريق مشي، لكن فجأة ماري بترفع المسدس على زوي وبتقول لها ان هي لازم تخلص عليها هي كمان قبل ما تتحول، لكن زوي بتحاول تقنعها ان هي ما اتجرحتش من السناجب وان كل الجروح دي بسبب ان هي نطت من الشباك بتاع البيت من خلال الازاز، لكن فجأة ماري هي اللي بتتحول لزومبي لانها اتجرحت من واحد من السناجب وهي بتهرب، فبتضطر زوي ان هي اللي تخلص على ماري قبل ما تهجم عليها، وبتكون زوي هي الوحيدة اللي قدرت تطلع عايشة بعد كل اللي حصل، وساعتها بتلاقي عربية جاية عليها وبيكون سايقها نفس السواق اللي كان سبب في وقوع برميل المواد الكيميائية واللي كانت سبب في تحويل السناجب لزومبي، وبيكون برضه بيستخدم الموبايل ومش واخد باله، وبيدخل في زوي وبيخلص عليها هي كمان الحمد لله عشان محدش يطلع عايش من الشيلة القذرة دي. بس كده.